لما سمع أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كلمة ويلاه من فاطمة قام ولبس قباءه الأصفر وتقلد بذي الفقار وأراد الخروج من الدار، وإذا بمؤذن الظهر ينادي: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وقف علي والتفت إلى فاطمة قال: يا فاطمة، إن رمت ذهاب هاتين الكلمتين خرجت ووضعت سيفي في رقابهم، ولكن قد لا تسمعين لأبيك ذكرا بعد هذا اليوم أو تصبرين. لما سمعت فاطمة قالت: لا يا ابن العم، بل أصبر، سأصبر حتى يعلم الصبر أنني صبرت على شيء أمر من الصبر. نعم، إن فاطمة صبرت صلوات الله عليها، ولكن صارت تخفف عن نفسها بالبكاء، وكانت لا تهدأ من البكاء ليلا ولا نهارا. كانت تخرج إلى قبر أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تشكو إليه همها، وكانت تطلب الأشياء التي تذكرها بأبيها. جاء ذات يوم بلال إلى عيادتها أيام مرضها، فقالت له: يا بلال، إني مشتاقة إلى سماع صوتك وأنت تؤذن. فقال لها: يا ابنة رسول الله، إني آليت على نفسي ألا أؤذن لأحد بعد أبيك محمد. فكررت فاطمة طلبها، فرقى بلال المأذنة، واجتمع الناس لسماع أذان بلال. فلما قال بلال: أشهد أن لا إله إلا الله، حنت فاطمة وبكت وذكرت أيام أبيها رسول الله. فلما قال بلال: أشهد أن محمدا رسول الله، صرخت فاطمة: أبا اسمك على المنابر وشخصك في المقابر. ثم سقطت مغمى عليها، فصاح الناس: يا بلال، اقطع الآذان، فإن ابنة رسول الله قد ماتت. وكانت تقول لأمير المؤمنين عليه السلام: أبا الحسن علي بثوب والدي. وكان قد أخفاه عن بصرها فأخرجه إليها، فلما رأته احتضنته وبكت حتى وقعت مغشيا عليها. وهكذا كلما نظرت إلى ولدي الحسن والحسين تقول: يا ولدي، أين جدكما الذي كان يحملكما على صدره؟ كانت تذهب إلى قبر رسول الله فتأخذ قبضة من تراب القبر فتشم، وهي تقول: ماذا على من شم تربة أحمد، ألا يشم مدى الزمان غواليا.
صبت علي المصائب لو أنها صبت على الأيام يا مصرنا ليالي قومك يا يابا ما رعوني وخلاف عينك مرمروني شق وصيتي وانكروني ورا الباب لما اندهسوني يا يابا للحاية والي عصروني وكسروا ضلعي واسقطوني ومن البكا يابا منعوني برا المدينة طلعوني برا المدينة طلعوني يا ابوي عصرني وكسر ضلوعي وصدر عاب المسمار المحسن سقط من عندي وانا اصرخ يم الدار دمي من الضلع يجري ودمع على وليدي عبار ودمعي على وليدي عبار ثم صاحت فاطمة يا فضة لما عثرت فاطمة وراء الباب صاحت يا فضة إليك فخذيني وإلى صدرك فسنديني فلقد قتلوا والله ما في أحشائي يا فضة يا فضة يا بكتاب حزن من يا فضة أبد ما يفض نوحي من يا فضة على الصاحة تعالي لي يا فضة الحمل طاح وسقط فوق الوطية الحمل طاح وسقط فوق وبقيت فاطمة عليلة مريضة معصبة الرأس ناحلة الجسم منهدة الركن يغمى عليها ساعة بعد ساعة إلى أن حضرتها الوفاة في اليوم الثالث من شهر جماد الثاني. في تلك الأثناء قالت لأسماء يا أسماء إني داخل إلى حجرتي أقرأ القرآن فإذا سمعت صوتي قد خمد فناديني فإن أجبتك وإلا فاعلمي أني قد لحقت بوالدي رسول الله. تقول أسماء دخلت فاطمة إلى الحجرة وبقيت أنا واقفة في صحن الدار وأسمع صوت فاطمة بالمناجاة والصلاة بينما أنا كذلك وإذا خمد صوتها فدنوت من باب الحجرة
وناديتها يا زهراء فلم تجبني، يا أم الحسن والحسين فلم تجبني، يا بنت رسول الله. دخلت عليها وإذا بفاطمة ممددة، فجعلت أبكي وأقول سيدتي سيدتي يا زهراء، فلم يسمع جوابا. بيننا كذلك وإذا بالحسنين قد عادا وصاحا يا أسماء أين أمنا أين أمنا فاطمة؟ فقلت لهما سيداي إن أمكما نائمة، يا حسن يا حسين إن أمكما نائمة. قال يا أسماء يا أسماء ما الذي ينيم أمنا في مثل هذه الساعة؟ بقي الحسن واقفا في صحن الدار، والحسين دخل على أمه فإذا بأمه نائمة ممددة. جاء عند رأسها صاح أماه كلميني أنا عزيزك الحسين، أماه أنا عزيزك الحسين، فلم تجيب. كشف الرداء عن وجهها وإذا بها ميتة. صاح أخي أبا محمد لقد ماتت أمنا الزهراء. نفسي على زفراتها محبوسة، يا ليتها خرجت معي الزفرات. وصل الخبر إلى أمير المؤمنين، جاء إلي لما سمع الخبر وهو يقول بمن العزاء بعدك يا زهراء؟ لا خير بعدك في الحياة، وإنما أبكي مخافة أن تطول حياتي. أقول سيدي يا أمير المؤمنين إذا كان ضلع واحد رأيته مكسورا لفاطمة كان حزنك طويل وتمنيت الموت بعدها، كيف لأضلاع ولدك الحسين يوم عاشوراء يوم الشمع حوافر الخير؟ ضلع واحد عليه رخص دموع العين. وظل بس يجذب الحسرة يا ويلي ويصفق الكفين. ترى يعود الزمان بقربكم، هيهات هيهات يا الله. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم نقسم عليك إلا ما فرجت عنا فرجا عاجلا يا الله. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا يا الله. ارحم أمواتنا أموات السامعين ومن مات على الإيمان ومن أوصانا بالدعاء والرحمة. بلغ ما قرأنا إلى أرواحهم سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.